بالفيديو تصريح خطير من زين الدين زيدان يفاجئ به المنتخب الجزائري قبل مباراة الكونغو الديمقراطية ويصفع فوزي القجع والكاف. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على رسول الله والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. في تصريح مفاجئ قبل ساعات من مواجهة دور الثمن النهائي بين المنتخب الجزائري ومنتخب الكونغو الديمقراطية ضمن كأس إفريقيا المقامة بالمغرب، أعلن الأسطورة ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان دعمه الصريح للخضر، مؤكدا حضورها المباراة من المدرجات برفقة عائلته. وقال زيدان في تصريح خاص لوسائل الإعلام: سأكون حاضرا في المدرجات أنا وأسرتي من أجل دعم المنتخب الجزائري في هذه المباراة المهمة، والجزائر دائما في قلبي، وما يقدمه هذا المنتخب منذ بداية البطولة يجعلنا جميعا فخورين. وخص نجله لوكا زيدان بنصائح مهمة، مؤكدا أن المباريات الإقصائية لا تحتمل الأخطاء، ونصحه أن يكون في كامل تركيزه وعليه أن يكون يقظا طوال 90 دقيقة. وقد صب زين الدين زيدان غضبه على مسؤولي الاتحاد الأفريقي، موجها انتقادات حادة لما اعتبره بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل. وقال أيضا لفوزي القجاع أنه هو من يتحكم بمؤامرات الكاف ضد الجزائر،